حليم وامل من الناس اللي بقت مقلبهم في الفتره الاخيره كرنج. يعني انت ممكن تلاقيه عاملين مقلب صبغت لون شعر جوزه، شوف رد فعله ايه. وبرده من ساعه ما جابوا الناني الاخيره اللي هم جايبينها دي، هم ماسكينها محتوى بقى لهم 3-4 شهور ماسكينها محتوى بس. والغريبه ان اللي هي شغاله معاهم وبتجيب مشاهدات، يعني هم المفروض جايبين واحده تخدمهم، لا جايبينها يعملوا بقى محتوى بتاكلهم عيش شيء. فتعالوا نشوف الناني بتاعت النهارده بتقول ايه، وتعالوا نشوف كل البروباجندا اللي عاملينها ليه. ازيك؟ انا ابو الكرم وده فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ساره هتكون موديل لمده يوم. محدش مهتم عموما ان هي هتكون موديل اليوم او لا. اوعى الموديل. انا مش عارف ايه الممتع برضه في انك تجيب واحده هي المفروض جايه تساعدكم في البيت او بتاع تطبخ تعمل يعني ايه المتعه في انك تخليها تلبس لبس موديل لمده يوم كامل؟ ايه المتعه في كده؟ واخد بالك؟ انت مصريه اصيله واكله الجو، مالكش دعوه. جماعه ساره بصراحه حكت لي وقالت لي ان هي كان نفسها من زمان جدا ان هي تبقى موديل كده وتلبس لبس كتير، واكتشفت ان هي فيها موهبه حلوه. لا عموما ده فتش لان كل فيديو يعملوه مع الموديل تقعد يقول لك ساره كان نفسها مش عارف تعمل ايه. هي جت تحقق احلامها هنا ولا جت تشوف طلباتكم؟ انا عايز افهم مين اللي بيخدم مين يعني. حلوه جدا. فقررنا النهارده هنخلي ساره موديل وتحقق حلمها. كل واحد فينا اختار اللبس على ذوقه اللي ساره هتلبسه النهارده كموديل. بجد انت اخترت يعني انا متحمس جدا ان اشوف لبس موديل والله. يعني مش عارف اقول لك على كميه الحماس. والله صعب والمحمس جدا ان ساره في الاخر الفيديو خالص هي اللي هتقول مين فينا اللي ذوقه كان احلى. زي ما وعدناكم سلسله الناني راجعه، فيا ريت لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش. اتفضل يا عم. سلسله ناني انت واخد بقى عاملين سلسله مننا 25,000 فيديو ناني بس تفهمش في ايه. I'm going to be a model today, a model like a full model today. ايه الممتع؟ انا عايز افهم ايه الممتع بس. يعني الممتع لو هي هتاخد الهدوم ليها، واخد بالك؟ دلوقتي ان احنا نختار اللبس اللي ساره هتلبسه. ايه رايك؟ ايه ده؟ هتبدا ببدله؟ انت بادئها اون فاير جدا. تخيلوا يا جماعه، ده طقم البدله ده هتبقى طرش. انت ذوقك فشيخ يا حليم. ايه ده يا عم؟ ساره وهي لابسه بدله فورمال كده وواقفه بشياكتها، يا ترى هتبقى عامله ازاي؟ كمل بقى بما انك بدات عشان نشوف موهبتك كده. اوه ايه رايكم؟ ده انت هتخليها موديل بقى. ايه اللي موديل بقى؟ جايب بتاع فراخ، جايب جاكيت عليه فراخ. ايه الموديل في كده يعني؟ عايز هو ايه تفضيله خلاص يعني؟ بصراحه فاضل لي طقم ولا اتنين؟ اختار كمان واحد ولا اتنين؟ اوه انت مروق عليها خالص. بصوا يا جماعه بصراحه انا فاضل لي طقم كده هسيبه لكم في الاخر مفاجاه، لان انا مراهن ان ده الطقم اللي انا هكسب بيه، وهتشوفوا وهتتاكدوا ان انا كان عندي ثقه بسبب الطقم الاخير. لا دول كده انا بتسلى بيهم، انما انا في طقم مخليه لكم في اخر الفيديو. طقم بص هيضرب نار، ده اللي هيخليني اكسب، هيخليني اخد مليون جنيه الجائزه بتاع الفيديو ده. مش عارف يعني انت لو في جايزه مش هتهتم انك تبقى منار حليم. غالي بقى لما نشوف ذوقك. لا تاني كده انت كنت بتقول ايه يا حبيبي؟ في طقم مخليه لكم في اخر الفيديو. غالي بقى لا يا حبيبي ما تروق كده، صلي على النبي كده لما نشوف ذوقك. ماشي حلو اللون فظيع. ايه ده البنطلون كمان؟ والبنطلون ايوه هو طقم كامل كده. تعرفي فعلا ان الالوان دي بتليق فعلا على البشره. هنشوف بجد، انا متحمسه جدا يعني الحاجات اللي بعده. طيب حاضر. يا ترى جايبه لنا ايه؟ جبت دريس كده طويل قوي اهو. واو. وهتلبس على الوسط كده الجاكيت الجينز ده. بجد ايه ده؟ هو حليم رياكشناته في الفيديو ده عباره عن اللي هي فيك بس او حاجات مزيفه، تعبيرات اللي هو طالع مش طايق عايز يكمل الفيديو خلاص، فبيكمل بتعبيرات وشه المزيفه دي. عامل ازاي؟ ماشي المنافسه بدات تولع شويه. اكتبوا لنا يا جماعه في الكومنتات متوقعين مين فينا اللي ساره هتخليه يكسب، لان ساره كده هتحكم بالعدل. انت من رابع. ده مش موديلنج، ده اسأتي فيه الاختيار. لا خالص، هودي وبنطلون وهنشوف شكله عامل ازاي. اوكي موديلنج بس مش بره مصر. بينك. ومعنا الاستاذ حليم خبير في الموديلنج. ان الهودي ما ينفعش يبقى في الموديلنج، يعني دي حاجه نستفيد منها جدا. رائع يعني. دي الاستفاده بتاعت حكمه اليوم، ان الهودي ما ينفعش يبقى في الموديل. اوكي يا جماعه بقى هي بتلعب على الشعبي واللي مش. لا ايوه بالظبط، هي تجرب كل الاطقم يا جماعه، تجرب كل حاجه. هي فكره حلوه. طب ما هتلبس بدله بس مش في صالحك قوي. منافسه قويه. انا براهن على اخر طقم ليا، وانا هفكر من هنا لاخر الفيديو. بصراحه ادتني فرصه. يلا بينا علشان جه الوقت ان ساره هتلبس كل اللي انتوا شفتوه ده، والطقم السر الاخير بتاعي والطقم السر الاخير بتاع عمل. يلا بينا نشوف ساره وهي موديل. يا جماعه دلوقتي انا بحضر ساره، هتشوفوا شكلها هتتفاجئوا بجد. انا طلعت الميك اب ارتست اللي جوايا، شكلها طالما طلعت الميك اب ارتست اللي جواك يبقى لازم نتفاجئ. طبيعي لازم نتفاجئ كلنا. قمر
وشها حلو قوي للموديل. يا ولا هنعمل بس حاجات بسيطه كده عشان انت مين؟ انا ما اعرفكيش. اهم حاجه بس تقيمي بعدل، يعني هي مش فاهماني قوي بس. يعني بص، هو بعيدا عن الفيديو كده، هي يعني هي شكلها طيب جدا وهاديه في نفسها كده وبتاع، بس هم اللي مش عاجبني بس اللي هم بيستخدموها كمحتوى، انت واخد بالك، او عايزين يجيبوا من وراها محتوى او كده، فده النقطه اللي مضايقاني بس. وهو شكلها يعني طيبه وكده، فهم مستغلينها، انت واخد بالك. لو هي موافقه خلاص تمام براحتهم. واو. لا 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 جماعة كده، أمل بتنافس بقوة لأن هي عملت لها حاجات في عينيها ورسمت لها رسومات وحركات وبتاع. بس انت عارف الطقم ده فاقع شويه، واخد بالك. يعني كان هيبقى احلى لو كان مثلا اسود في ابيض، انت فاهم، او غامق في فاتح شويه، انما كده انت مخليها فاقعه قوي، انت واخد بالك. نمبر 1. أنا بدأت أقلق. نمبر 1 شايفين شكلها قمر قمر قمر. Madam, you're very very good. Very nice. لا الطقم ده مش عاجبني. الطقم ده ياخد نديله 5/10. ده اول تقييم طقم. والله بجد. ايوه بتغششها وبتديها حاجات كده عشان الاوتفيت الجامد. بصوا انا بقى، حليم بيقلدني. هما بيتعاملوا مع بيتعاملوا مع الفيديو على ان في لجنه تحكيم هتشوفه، انت واخد بالك، فهم مقفرينها قوي. خدي تيك ذيس. اوكي اند كم ناو. انا هموت واشوف. اتفرجي بقى على الستايلست اللي بجد. لا هو الطقم جامد الصراحه، واخد بالك، بس هو ياخد 8/10. طقم جامد ياخد 8/10. ماشي يا عم، ماشي يا عم حليم. جماعة لو انتوا شايفين اي شياكة فده انا، يعني انا اللي قلت يعني. ما خلاص بقى، مش عشان قلت لك الطقم حلو هتقعد تزيد بقى، خلاص. يا عيني يا ولا يا ولا اوعى الموديل. يا عم خلاص يا عم، خلاص انتوا لازم تفرجوا عليكم الناس اللي في السابع عندكم ولا بتوع الكومباوند كله. خلاص يا عم، والله الطقم حلو، خلاص خلاص. واو يا عيني ماشي لايق عليها هم يا جماعه بجد بعيدا بقى عن هم ليه اي حد، اي بنات لما تيجي تتصور لازم تعمل كده؟ يعني ايه حركه القتل؟ يعني ايه الحركه اللي بتقتل بيها نفسها؟ يعني ايه كده بتخليكم كيوت مثلا او حاجة خطيرة. اوكي لا الطقم ده يعني نص نص، يعني ممكن اديله 7/10. 7/10 حلو. او تلاحظ ان ذوق امل مش قد كده. واو 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 واو. طبعا يا جماعة انا مش محتاج اوصف لكم واقول لكم ان ازاي ذوقي طالع بره الصندوق خالص. يا عم لا ده بجد اسوأ طقم. ذوقك بره الصندوق يا اسطى. ايه مزرعه الفراخ السعاده اللي انت ملبسها لها دي يعني؟ ايه عزتك في ايه عشان تلبسها الفراخ دي؟ انت الجاكيت اصلا تحس اللي هو واخد طابع اطفالي شويه، انت واخد بالك، ينفع لبتوع ابتدائي، ما ينفعش بقى لو ارتقي بقى يا عم حليم كده، خليك في الموديل بقى. في كلام بيتقال بس انفع والله، ذوقي ينفع. واو، ممكن نشيل دي بعد اذنك؟ ريموف ذيس. احنا ممكن نشيل الفراخ دي كلها، اصلا ممكن يبقى الطقم جامد لو الفراخ دي كلها تشيل. لا الطقم ده 3/10. مش حلو الطقم ده. حته مصريه اصيله، ودي اكسب برضه. مش قلت لك الطقم ده اللي هيوقعك في التقييم؟ لا والله جامد على فكره. ده احلى، ده ايه رايك بقى ان ده احلى طقم هي اختارته؟ ايه رايك بقى الطقم ده ياخد 7.5/10؟ اديني بقى في الافريقي بقى، اديني بقى. هو انا حاساك بتعكسها ولا في ايه؟ لا انا ببقى فرحان بان انا ذوقي طلع مناسب فعلا لبشرتها. اوكي. دي مش اي حد بيعرف يعملها. ما خلاص يا عم بقى، هتقعد تكبرها ولا اعمل لها فيها خبير ازياء؟ خلاص الطقم ده يعني نديله 8.3/10. حلو برضه يا عم، مش خساره فيك.
دلوقتي يا جماعه جه اهم حته في الفيديو، هي الطقم الاخير اللي هينافس وبقوه مين فينا هيكسب، بمعنى اصح مين اللي ساره هتختاره فايز النهارده، وخلاها تعيش اقوى تجربه موديلنج في العالم. مش انتوا اللي هتقرروا مين اللي هيكسب ولا لا، انا اللي هقرر مين اللي هيكسب، عشان انتوا مكبرين الموضوع وحاسين ان في لجنه تحكيم هتيجي تقيم الحاجات دي كلها. انا اللي هقرر بس مين اللي هيكسب ومين لا. لا 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 بتهزروا. موديل ولا مش موديل؟ قمر ولا مش قمر؟ لا خطيرة. بتهزروا. يا ساره معلش مين ستايلست؟ على فكره لو كنت لبستها لبس طويل شويه كان احسن على فكره، ما بيليش عليها اللبس القصير على فكره. انا ذات نفسي هحط بلور، هضطر احط بلور على كل الحاجات اللي انت مبيناها دي. ينفع كده؟ بالك بقى انا ده اكتر طعم لايق عليها 100 من 10 عشان طويل بس. دلوقتي جه ميعاد التقييم. ساره هتقيم ايه اكتر اوتفيت احلى، انا ولا حليم؟ لولي اللي عايزه تنام. لولي اللي عايزه تنام خلاص. ساره ذا بيست اوتفيت مي اور مستر؟ لا ده كذب وغش وده مش حقيقه وانا اللي كسبت. انتوا توقعوا، انا شفت طبيعي بنت هتختار بنت زيها. ما تزعلش يا عم حليم وما تعملش فيديوهات تاني بقى. طيب وبكده نكون وصلنا لاخر حلقه بتاعتنا. لو عجبك الحلقه تنساش اللايك والشير سبسكرايب، وتروح على الانستا اللي هسيب لك الرابط بتاعها في اول كومنت. ولو وصلت معانا لحد هنا فانت جامد، انت من الابطال اللي بيكملوا الحلقه للاخر. سلام.